عيون المصريين كانت في خطر لولا ظهور الراجل ده اللي بعلمه حارب العلاج الشعبي اللي كان بيضيع عيون الناس زمان، ومنهم عميد الأدب العربي طه حسين. هو باشا حقيقي في العلم ومؤسس ركن من أركان جامعة القاهرة. تعالى أحكي لك حكاية أبو طب العيون اللي خلى ملوك أوروبا يشهدوا بكفاءته. والنهاردة هاخدكم في جولة علشان أفرجكم على العمارة اللي هو بناها وكان ساكن فيها. وما تنسوش اللايك والشير للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الحكاية. في الأول لو اتكلمنا عن العمارة هنلاقي إن العمارة دي موجودة في شارع الشريفين في وسط البلد، وهي بتتكون من 4 عماير. عمارتين موجودين في شارع الشريفين وعمارتين تانيين موجودين في ظهرهم في شارع شريف. والأربع عماير بيتكونوا من 4 طوابق وهم نفس الطراز في البنى. كل عمارة مكتوب عليها أعلى البوابة الدكتور محمد علوي باشا سنة 1905. يعني العمارة دي اتبنت أو مجموعة العماير دي اتبنت سنة 1905، يعني حوالي كده بقالهم أكتر من 120 سنة. والعماير ديت على الطراز القديم، يعني انت لما تروح وتتفرج عليهم أولا شكلهم تحفة معمارية جدا، وثانيا كمان هتلاقي لو دخلت جوه واتفرجت على المدخل وعلى السلم هتلاقيهم زي البيوت القديمة قوي بتاعت زمان. والدكتور محمد علوي باشا اتولد سنة 1847، ولد بالقاهرة والتحق بمدرسة طب القصر العيني، وعين مدرس لأمراض العيون في قصر العيني سنة 1863، وتخرج رسميا من الطب سنة 1875، وسافر لفرنسا واستكمل دراسته في طب العيون وحصل على ميدالية مونبلييه وعين رئيسا لعيادة أمراض العيون في فرنسا. وعاد إلى مصر وذيع صيته كأهم طبيب رمد في مصر، وكان دوره في الطب والمجتمع العلمي في هذا الوقت مهم جدا، لأنه ترأس قسم الرمد في المؤتمر المصري الأول للطب سنة 1902، وأصبح طبيب العائلة الخديوية، وشارك في مؤتمرات طبية دولية في لندن وباريس وبروكسل. وفي 20 مايو سنة 1908 صدقت الجمعية العمومية للمكتتبين على قانون الجامعة، وتم اختيار أول مجلس إدارة للجامعة، وكان الدكتور علوي باشا عضو فيه. وكمان ده هو اللي أقنع الأميرة فاطمة إسماعيل بالتبرع بالأرض والمال، واتبرعت الأميرة فاطمة ب6 أفدنة لبناء الجامعة، وكمان ريع 661 فدان للدخل السنوي. وفي 31 مارس سنة 1914 أقيم حفل وضع حجر أساس الجامعة، وعين مراقب عام للجامعة المصرية سنة 1914. الدكتور علوي باشا مش بس كان طبيب، كان عنده كمان شغف بالطيران، وده خلى فكرة إنشاء شركة طيران مصرية تتولد في دماغه من بدري جدا. في سنة 1910 اتأسس نادي الطيران الملكي، وكان مقره الأول في قصر عابدين، وكان أول رئيس للنادي الأمير أحمد فؤاد اللي بقى ملك مصر بعد كده. لكن زي أي حلم كبير الحرب العالمية الأولى جت ووقفت النشاط ده حتى ابنه كمال علوي تعلم الطيران في فرنسا وطور فكرة الطيران وفكرة شركة مصر للطيران لحد ما ظهرت الشركة الوليدة دلوقتي. وكمان ابنه كمال علوي أهدى طائرته، كان عنده طيارة خاصة يعني أهداها لتصبح أول طائرة مدنية مصرية مسجلة
برمز SUAAA. يعني قصة الطيران المدني المصري بدأت بحلم طبيب وهو الدكتور محمد علوي، وحققه ابنه الحلم كمال علوي، وانطلق منه أول رحلة منتظمة في مصر. ومن هنا بدأت حكاية طويلة لحد ما بقت مصر واحدة من الدول المهمة في مجال الطيران. وعايزة أقول لكم كمان معلومة عن شركة الطيران اللي أنشأها الدكتور علوي وابنه كمال علوي، إن كان أول مقر ليها كانت في منزله في شارع الشواربي أو في شارع الشريفين اللي إحنا بنصور فيه ده دلوقتي. وبعد كده انتقل النادي إلى عمارة الإيموبيليا في شارع شريف سنة 1974، وهو المقر القائم لحد الآن أو حتى اليوم، واللي بيعتبر دلوقتي متحف لتاريخ الطيران في مصر. وأعد كمان الدكتور علوي باشا مشروع لإنشاء مدرسة لتعليم الطيران وإنشاء ورشة لصيانة وإصلاح الطائرات. كمان تبنى حملة لتكوين شركة طيران مصرية، إلا أن أعضاء النادي لم يتحمسوا لها. واللي احنا قلنا قبل كده في التقرير بتاعنا ان ابنه الشاب كمال علوي هو اللي كمل مسيرة والده. وكان النادي بيقوم في ذلك الوقت بكافة إجراءات سفر الطائرات وإصدار التراخيص للطيران وتسجيل الطائرات وإصدار أوراق وتصاريح الإفراجات الجمركية. ويوم الأربعاء 23 أكتوبر سنة 1918 رحل عن عالمنا الدكتور محمد علوي باشا. الصحف نعته باعتبار من أعظم أطباء العيون ورواد النهضة العلمية في مصر. هكذا عاش محمد علوي باشا مخلصا في عطائه للجامعة وللطب، لهذا كانت وفاته فاجعة. وده الكلام اللي جه على لسان سعد باشا زغلول قائلا: فجعت الجامعة المصرية بوفاة المغفور له الدكتور محمد علوي باشا وكيل الجامعة ومراقبها العام، فقد انتقل إلى جوار ربه يوم الأربعاء 23 أكتوبر. وبالنيابة عنكم أثبت هنا عظيم حزن الجامعة لهذه الخسارة الكبرى، ونعترف بما كان للفقيد من جميل الأيادي في خدمة هذا المعهد. رحم الله الدكتور محمد علوي باشا على ما قدمه لمصر وللطب في مصر. يا رب تكون جولتي عجبتكم، وما تنسوش ان اسرار وحكايات وسط البلد معايا انا مولي الحشاش. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة بتاعتي، واشوفكم في جولات جديدة. باي باي.